السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن حال يا ربي. وصفتنا لليوم كما كتشوفوا البيض ومطيشه البي ام المساند الرسمي، وصفه من وصفات الزربه والمحبوبه عند الجميع. كما كتشوفوا غادي نحتاجوا بطبيعه الحال مطيشه اللي غادي ناخذوها ونحيدوا لها الزريعه ونحكوها او نقشروها ونقطعوها رقيقه. الاهم انها ما تكونش فيها الزريعه و يعني غادي نحتاجو كما كتشوفوا ماشي شي مقادير كثيره. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد المقيله اللي غادي نطيبوا فيها، غادي نديروا فيها داك المطيشه اللي حيدنا لها الزريعه وحكيناها اولا تقشروها، غير الاهم انكم تحيدوا لها الزريعه. وطبيعه الحال الكميه على حسب الرغبه او على حسب الاشخاص. عدد الاشخاص. هاد الاكله سهله وسريعه ولذيذه وكلشي كيبغيها، منقذة ديال المواقف الصعبة يعني الانسان ملي ما كيكونش عنده الوقت باش يحضر شي اكله سريعه. نضيفوا له واحد راس الثومه محكوك كبير، وواحد ربع كأس من زيت الزيتون وزيت المائدة او غير زيت الزيتون على حسب الرغبه والمتوفر. وغادي نخليوها طيب شي شويه حتى تبدا تعقد شويه. ما نضيفولهاش التوابل في الاول باش ما يتحرقوناش وميبقاش داك المذاق ديالهم بنين. كما كتشوفوا بدات كطيب. يلا البنات لايك 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 واللي مازال ما مشتركاش تشارك معنا وتعطينا رأيها في هذه القناه، واللي مشتركين معنا اللي عجبتهم الوصفه ما تنساوناش من واحد تعليق زوين. والاشتراك فضلا وليس امرا اللي مازال ما مشتركش معنا. وفي هذه الاثناء غادي نضيف واحد المعلقه ديال الطماطم مصبره، مطيشه ديال الحك الا انا ما متوفرش عندي الفلفل الاحمر الحلو، لهذا ضفت الطماطم مصبره. ونضيف واحد راس معلقه ديال الابزار واحد تقريبا راس معلقه ديال الكمون. ما نكتروش منه لان كيمرر الاكل الا كثرتو منه. بالنسبه للابزار شي رشه او رشتين، والكمون اكثر منه شويه. والربيع نضيفو واحد شويه نخليوه بالنسبه حتى نضيفو البيض باش يبقى لنا يعطي داك النكهه في الاخر. انا عارفه هاد الوصفه سهله والاكثريه ديال المغاربه كيعرفوا يطيبوا هاد الاكله لان مشهورين بها وكتعجب صغير وكبير. غادي نخليو داك ما حتى تعقد، يعني تبدا كتنشف من الماء. كما كتشوفوا هكا. وفي صافي غادي نضيفوا البيض عاوتاني كذلك. تقدروا ديروا اقل او اكثر، اما 3 البيضات او 6 ولا 4، يعني كل واحد على حسب الرغبه. نحاولوا ما نحركوهمش غير واحد شويه باش يبقاو قابطين الفورمه ديالهم وكيطيبوا. كما كتشوفوا نحركهم غير شويه باش يطيبوا. ونضيفوا لهم واحد رشه ديال الملح ورشه ديال الكمون وشويه ديال الربيع اللي خلينا. وبالصحه والراحه. وهذا الطبق ديالنا واجد في يعني في وقت وجيز. وشكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.